أسباب وطرق علاج قلة التركيز عند الأطفال أثناء المذاكرة. ليه بتحصل مشكلة عدم التركيز؟ وليه في أولاد وبنات بيفقدوا تركيزهم بسرعة؟ إيه اللي بيخليهم مش منتبهين كده؟ وإزاي نخلي ذهنهم وتركيزهم حاضر؟ مشاكل نقص الانتباه في الصغار بتكون حاجة من اتنين، لا إما بتكون بسبب وظيفي اللي هو زي مثلا ال ADHD، أو تكون بسبب مشكلة أدائية اللي هو إحنا مش عارفين نوضح المعلومة أو نعمل وسيلة مناسبة لجذب الانتباه لدى الطفل. طب إيه الحل؟ في البداية محتاجين نعرف الفرق بين نقص الانتباه وتشتت الانتباه. نقص الانتباه هو إني أحاول أركز في الحاجة اللي قدامي بس وأعمل جو مناسب ومش عارف. أما تشتت الانتباه معناها إن أي حاجة بتحصل قدامي بتخرجني عن الموضوع اللي أنا فيه. يعني جه حد عدى قدامي، صوت في الشارع، عصفورة وقفت على الشباك، أي حاجة بقى وهكذا يعني. طب إيه الحل في الحالتين؟ هنقول هنا شوية نصايح عملية تساعدنا في التركيز في المذاكرة. رقم 1، لو قاعد تذاكر، أول حاجة هات الحاجة اللي هتذاكرها أو المادة اللي هتذاكرها بس دلوقتي، وهنذاكر في مكان محدد ومخصص بس للمذاكرة، مش على السرير، مش على الكنبة، مش على السفرة، مش قدام التلفزيون، ويفضل يكون ترابيزة أو مكتب مخصص للمذاكرة. رقم 2، لو أنا شايفة إن عندي مشكلة في نقص الانتباه هقلل المعلومة اللي هدخلها دلوقتي. أما لو عندي مشكلة في تشتت الانتباه هقلل الوقت اللي هقعد عليه في المذاكرة. انتي كأم ازاي تعرفي تظبطي الوقت ده؟ بحسبة بسيطة خالص، ان احنا بنحسب ضعف عمر الطفل دقايق. بمعنى ان لو طفل عنده 10 سنين مثلا بقى قعده 20 دقيقة متصلة، وبعد كده باخد نفس الوقت بريك، يعني بديله 20 دقيقة ياخد فيها بريك يعمل فيها اللي هو عايزه. ايه هدف البريك هنا؟ هدف البريك حاجتين. رقم 1 غرض نفسي، وهو اني اكافئه على الفعل اللي هو عامله. الحاجة التانية ان اسمح لمخه ان يعمل ريستارت ويقدر يرجع لي بذهن صافي. رقم 3، محتاجين نحفز الطفل لفظيا بشكل افضل، يعني بمعنى ان انا اقول له هايل، برافو، احسنت، كمل. كل الكلمات دي بترجع الطفل لحالته الذهنية او لحالة التركيز. رقم 4، اني اتأكد ان الطفل سمعني. الاطفال اللي عندهم نقص انتباه اوقات كتيره جدا بنتخيل ان هم سامعيننا وهم الحقيقه مش سامعيننا وهم في حته تانية خالص. الام بتقول انا ناديت 100 مره والواقع انه ما انتبهش ولا مره في المية، وان هنا انا ما اقدرش الومه على حاجه هو اصلا ما سمعهاش. واخيرا محتاجين ننبه على حاجتين مهمين جدا وفي غايه الخطوره. رقم 1، لو كل اللي احنا عملناه ده ما نفعش يبقى احنا محتاجين نتوجه لطبيب او اخصائي نفسي. الحاجه الثانيه ان لو احنا اتشخصنا نقص انتباه او فرط حركه والطبيب كتب ادويه، محتاجين نعرف ان الدواء آمن، مش بيسبب الإدمان، مش بنوصم أولادنا إن عندهم مشاكل كبيرة علشان اضطروا ياخدوا دواء يساعدهم على زيادة الانتباه. بالعكس، ده بيساعد أولادنا إنهم يحلوا مشاكل كتيرة ممكن تواجههم في المستقبل. وخليك دايما فاكر إن نفسيتك مسؤوليتك. ولاء محمد، يوميات نفسية.